المناخية بنشوف شباب كتير جدا عندهم وعي بهذه التغيرات وأسباب التي أدت إلى التغيرات المناخية وأيضا الحفاظ على البيئة. من ضمن الشباب دول غطاس أو هو مهندس مدني لكنه كمان بيمارس هواية الغطس، هو هشام وليد. هشام وليد بقاله سنة بينزل يغطس في دهب، في بورسعيد، في غيرها من المدن المصرية، وينزل ينظف البحر. أكيد طبعا هو مش هيقدر لوحده ينظف البحر من البلاستيك وهذه المخلفات اللي بتترمي في البحار، لكنه بيحمل رسالة توعوية. هو كمان بيقول رسالته بس بطريقته، عن طريق الغطس في قاع البحر. هنروح للغطاس هشام وليد. مساء الخير، أهلا بيك. مساء النور، شكرا لحضرتك جدا على المقدمة الجميلة دي. لا ده وعي كبير قوي جدا يا هشام، فكرة ان انت تكون عايز تقول رسالة، بتمارس هواية الغطس وفي نفس الوقت عمال بتشيل مخلفات من جوه البحر. قول لنا عن التجربة بالظبط واحكي لنا تفاصيلها. بالظبط. هو أنا الفكرة بدأت معايا إن أنا لما كنت بروح البحر كنت بلاقي بلاستيك كتير هناك. وطبعا البلاستيك ده بيأثر على الحياة البحرية بشكل كبير جدا. كنت بلاقي أزايز أو كوبايات أو أكياس بلاستيك. فأنا كنت حابب أوصل للناس الفكرة دي بطريقة غير مباشرة، إن أنا أعمل الحاجة اللي بحبها، إن أنزل أدور على حاجات تحت المية، وأخلي الناس تدور على الحاجات معايا ونلاقي الحاجة سوا. وكنت بطلع في الفيديوز مثلا الأزايز بلاستيك وكنزات وكده، ونطلعهم بره المية. وفي آخر كل فيديو كنت بقول بوصل رسالة، ما ترميش أي حاجة في المية. مهم. يعني طلعت ايه من المية؟ انا شايفاك ماسك توكة تقريبا وبلاستيك يعني هو أنا مطلع حاجات كتير جدا، يعني يمكن لسه بنزل فيديوهات أكتر عن ده، ولكن أغلب الحاجات بتبقى أكياس بلاستيك، كوبايات، كنزات، وفي ساعات ازايز مكسوره. مهم. ولكن الاكياس البلاستيك هي اللي كانت كتير، عدد كبير. والازايز والكوبايات البلاستيك. طيب قد ايه بتشوف تفاعل من الناس على رسالة زي دي؟ احنا اكيد طبعا آه بنشوف ناس عندها تحضر، ولما بتكون موجودة على الشواطئ بتحترم يعني فكرة البحر ومحدش يرمي حاجة في البحر، لكن في بعض السلوكيات التانية. ازاي الناس بتتفاعل معاك على مظبوط الرسالة دي؟ مظبوط. هو انا بالنسبه لو انا مثلا بغطس في اي مكان وبطلع الحاجه من بره الميه، ففعلا الناس بتتفاعل بطريقه حلوه جدا. يعني الناس بيقولوا لنا يعني يا ريت ندخل ونساعدك في اللي انت بتعمله. مهم. وبالنسبه على السوشيال ميديا بلاقي تفاعل كبير، الناس حابه اللي انا بعمله، وبلاقي حتى ناس بتقول ان انا بدات اعمل كده في محافظه تانية. وده اللي انا عايز اوصله، ان احنا يعني انا لوحدي مش هقدر، ولكن احنا كلنا لو بقينا عدد كبير هنقدر نعمل ده. أها. طيب حسيت ان في ناس ممكن تنضم اليك في التجربة دي وتنزل تغطس معاك كتير وتودي نفس الرسالة كتير اللي انت كتير بتقولها؟ كتير كتير جدا. وانا جالي فعلا رسائل كتيره من ناس من محافظات. وانا ناوي ان شاء الله الفتره الجايه الف على محافظات مصر بشكل عام اكتر، بحيث ان انا اوصل الرساله على قد ما اقدر طبعا. وفي ناس هقابلها في محافظات معينه بعتوا لي رسائل هينزلوا يختصوا معايا، بحيث اننا نبقى عدد اكبر ونطلع كميه اكبر. طيب هشام، يعني انت مهندس مدني واكيد مظبوط. طبعا عندك شغلك. ايه اللي خلاك تروح للقضية دي؟ قضية مهمة جدا، فكرة الوعي بعدم إلقاء المخلفات في البلاستيك طبعا تحديدا في البحر. مظبوط. هي الفكرة إن القضية دي ملهاش علاقة بهندسة، القضية دي هتأذينا كلنا كبشر. أيوة. فعشان كده إحنا كلنا لازم نتجه ليها، يعني مش لازم مجال معين، كمثلا مجال الغوص، الغواصين بس اللي يتجهوا ليها للبحر كمثال، أو على أي حاجة طبعا. ولكن يعني مش معنى إني مهندس ما أشاركش طالما أقدر أشارك. يعني أنا الحمد لله بقدر أغوص من زمان. فأنا قلت لازم أستغل الموضوع ده بإن أنا أقدر أشارك، وأبقى جزء كبير من المشكلة وأقدر أعالج فيها بإذن الله. طب ده انت عارف طبعا ان في لأول مرة يتم تعيين مبعوثة للشباب لرئاسة قمة المناخ، لقمة المناخ. ف وهيكون في مؤتمر للشباب للمناخ قبل القمة كوب 27، كوي 17. هتشارك مم. فيه ولا؟ هو انا لحد دلوقتي بصراحه لسه مش عارف، يعني ما قدرتش اتواصل مع حد، ولكن لو جيت لي الفرصه اكيد هشارك، يعني ده شرف ليا كبير. طيب رسالة أخيرة سريعة تقولها لكوب 27 ولفكرة الوعي بالتغيرات المناخية. هي رساله اخيره بالنسبه لي، ان على قد ما نقدر لو بايدك تساعد بحاجه صغيره. هو الموضوع مش صعب خالص، بالعكس احنا لو كل واحد قدر يساعد بحاجه صغيره جدا هنقدر نواجه المشكله دي وهنعالجها باذن الله. طيب أنت أخيرا هشام، في بيتك مثلا
بتنشر الوعي مم. بفكره تعالوا نجيب اكياس قماش نجيب فيها حاجتنا ونتسوق بيها بدلا من اكياس البلاستيك، بتعمل عمليات فرز بس للمخلفات. بنحاول على قد ما نقدر طبعا نقلل خالص من كمية الأكياس البلاستيك. إننا لو مش محتاجينها أو مثلا معانا عربية ممكن نحط الحاجة في العربية وننقلها، فمش بنحتاج. يعني بنحاول على قد ما أقدر نخفف خالص من استخدام البلاستيك. هو الفكرة إن لازم كل بيت أصلا يبدأ يعمل كده، لأن هي الموضوع فعلا انتشر بطريقة كبيرة. وكمية البلاستيك بقت موجودة بشكل غير طبيعي بصراحة. وده بياخد وقت فإحنا عشان بإيدينا نعمل ده. يتحلل مئات السنين. بالظبط. مهم. بالظبط البلاستيك بالذات صعب جدا تحلله ومش بيتحلل بسهولة. دي أصلا أساس المشكلة، إن إحنا بنستخدم حاجة صعب تتحلل، مم. فكترها بيبقى فيه أزمة فعلا. هايل، أنا بشكرك جدا الغطاس هشام وليد، شكرا جزيلا ليك.